الليل كان تقيل فوق القصر، وصوت الريح بيعافر مع شبابيك القديمة، وكأن المكان بيرفض يبوح بسره الأخير. ليلى كانت لسه في نص السلم الحديد بتحاول تسمع أي حركة فوق، بس الصمت اللي نزل بعد الطلقة كان أسوأ من أي صوت. نور قالت بخوف: ليلى، انت سمعتي مين اللي اتصاب؟ ليلى رفعت راسها وقالت بهمس: مش عارفة، بس لازم نرجع. طلعت السلم بخطوات بطيئة جدا، ولما وصلت لباب المطبخ شافت نور ضعيف طالع من الطرقة. مشيت ورا النور لحد ما وصلت للصالون الكبير، وهناك لقيت سامي السكرتير قاعد على الأرض ووشه مليان دم، لكن الرصاص مش فيه، كانت في صدر راضي أخو الحاج عصام. ليلى شهقت وقالت: يا إلهي، انت كويس يا سامي؟ سامي رد بصوت واهن: الرصاصة جت فيه، كان ناوي يقتلنا كلنا. نور دخلت بسرعة، ولما شافت المنظر وقعت على ركابها وقالت: خلاص كده، خلاص كل ده خلص. لكن ليلى كانت حاسة ان في حاجة غلط. قربت من جسد راضي ولقت في ايده حاجة صغيرة جدا، مفتاح ذهبي. سامي قال وهو بيحاول يقف: المفتاح ده كان بتاع الدرج اللي في مكتب الحاج عصام، بس المكتب اتقفل بعد موته ومحدش فتحه. ليلى قامت بسرعة وقالت: يعني لسه في سر تاني. دخلوا المكتب القديم، المكان كله ريح تراب وورق قديم وحاجة، يعني ريحته مش حلوة. فتحوا الدرج بالمفتاح ولقوا جوه ظرف صغير مكتوب عليه بخط واضح: إلى ليلى. ليلى اتجمدت مكانها. ده بخط أبوكي يا نور، بس ليه كاتب باسمي أنا؟ فتحت الظرف بإيديها المرتعشة، وجواه ورقة مكتوب بخط يد الحاج عصام: يا ليلى، لو وصلت للرسالة دي يبقى راضي حاول ينتقم مني، ومات على ايده ومات على ايد اللي ربيته. لكن في سر لازم تعرفيه، انتي مش مجرد ممرضة وجيتي بالصدفة. انا اللي طلبتك مخصوص، لاني كنت عارف انك بنت الانسان اللي انقذ حياتي زمان. كنت شايف فيك الامان اللي ضاع مني، وكنت واثق انك اللي هتكملي اللي بدأته. سامي مظلوم، راضي غدر، لكن في حد تالت هو اللي خلى كل ده يحصل. ليلى رفعت عينيها وقالت: حد تالت؟ ومين التاني ده؟ في اللحظة دي نور المكتب اتحرق فجأة، وظهر شخص واقف وراهم في المراية الكبيرة اللي في المكتب. ليلى اتجمدت مكانها، ولما لفت لقيت ماهر واقف، ابن فريدة اللي المفروض كان محبوس من أول القضية. نور صرخت: ماهر، ازاي خرجت؟ ضحك ماهر ضحكة غريبة وقال: محدش حبسنا أصلا، أنا اللي رتبت كل ده علشان انتقم منكم كلكم. ليلى قالت وهي بتتراجع: يعني كل اللي حصل كان لعبة منك؟ أيوة، أنا اللي بدلت التسجيل، وأنا اللي حذفت الكاميرات، وأنا اللي خليتكم تقتلوا بعض من غير ما تحسوا. سامي حاول يوجه المسدس عليه، لكن ماهر رفع يده بسرعة وضربه بخشب على دماغه فوقع فورا. ليلى صرخت جامد: انت مجنون؟ ماهر ضحك وقال: المجنون الحقيقي هو اللي بيفتكر ان الحق بيتاخد بالعدل. لا يا ممرضة، الحق بيتاخد بالنار. ورفع المسدس في وشها. ليلى قفلت عينيها، وصوت الطلقة دوا في كل المكان، بس لما فتحت عينيها ما كانتش هي اللي اتصابت. ماهر هو اللي وقع، وراه ضابط المباحث ومعاه أفراد الشرطة. الضابط قال: الرصاصة دي كان لازم تخرج من بدري، كنت تحت المراقبة من ساعة ما خرجتوا من القصر أول مرة. نور وقعت تبكي وهي بتبص على ليلى: خلصنا يا ليلى؟ ليلى بصت الورقة اللي في ايديها وقالت بصوت هادي: يا نور، بس الأمان عمره ما بيرجع زي الأول. ودي كانت حكايتنا النهاردة يا جماعة، عن الحق اللي اتدفن في قصر الحاج عصام الدمنهوري. ساعات الحقيقة بتتأخر، بس عمرها ما بتموت. كنت معاكم أم العيال، استنونا في الحكايات الجاية وحكاية جديدة من حكايات أم العيال. أسفة لأنه والله عندي برد. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، تكتبوا لي كومنت حلو منكم وتقولوا لي انتوا بتتابعوني من اي بلد، وتفجروا الكومنتات بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعملوا لي لايك.
بالله عليكم علشان القناة تترفع كده والناس كلها تشوفها. لو عجبتكم القصة ما تنسونيش في كل ده، ما تنسونيش في دعواتكم. سلام، في امان الله.